السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت، طبعا يا أحلى داعمين. طبعا هتكلم على مباراة الديربي لريال مدريد وبرشلونة. بس قبل ما نبدأ الفيديو حبيت أوضح جزئية على السريع. نسيب لينك الاهداف في الكومنت المثبت عشان اخواتنا اللي منضمين جديد وما يعرفوش النظام ازاي، فحبيت اوضح الجزئيه دي ليكم. تمام. هتكلم على مباراه كبيره جدا جدا، وهي في الدوري الاسباني لمباراه ريال مدريد وبرشلونه. تمام. مباراه مهمه جدا وهتفرق جدا جدا في الفارق بين الفريقين. تمام. اتوقع المباراه دي تنتهي بالفوز لصالح ريال مدريد. وريال مدريد اعتقد في الفترة الاخيرة عامل مباريات رائعة ومستوى كان خرافي، وطبعا نفس الكلام لصالح برشلونة. المستوى بتاعه بقى كبير جدا جدا في الفترة الاخيرة. اتوقع ان ريال مدريد هتفوز في المباراة دي بنسبة 90%، هتفوز 2-1 بنسبة 90%، وبنسبة 95% ينتهي 3-1 لصالح ريال مدريد. تمام. فأتوقع المباراة دي تنتهي بالفوز لصالح ريال مدريد بنسبة 90%، أو بنسبة 95% تنتهي 2-0 أو 2-1 لصالح ريال مدريد. وبنسبة 90 أو خلينا نقول لك 85% تنتهي بالتعادل لكلا الفريقين. فدي كانت توقعاتي الشخصية على مباراة ريال مدريد وبرشلونة. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتتوقع المباراة دي هتنتهي كام كام، وتتوقع الفوز لصالح ريال مدريد ولا لصالح برشلونة. وصاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. وشكرا على دعمكم في الفيديوهات اللي فاتت يا احلى داعمين. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.